مساء الفل. كلنا كنا مستنيين ان الزمالك هيلعب الماتش والدنيا هتمشي وهنبقى حنفي زي قبل كده ونلعب الماتش، او بقى في قله تقدير ونبعت اتوبيس فاضي في عيال نزلت المول ولا نزلت البنزينه تعمل ايه وما رجعوش، والشغل اللي هو بتاع زمان اللايح دوت يعني. بس دلوقتي في بيان طلع محترم. الاول استقبلنا في وزير الشباب والرياضه ورئيس لجنه رئيس رابطه الانديه، استقبلناهم وقعدنا وكل حاجه، والاخبار بدات تتسرسب كده شويه شويه ان احنا نلعب الماتش وخلاص، واللعيبه اتبلغت ان هي تنزل التمرين وبعد التمرين في معسكر، ودي الاخبار اللي كانت طالعه كلها ومن جوه النادي والكلام ده كله. الدنيا كانت ماشيه كده. بس الزمالك كابتن حسين لبيب مجلس الاداره طلع بيان محترم ما فيهوش اهانه لحد خالص ولا تقليل من اي حد، برغم ان خلافات مع اشخاص كتير موجودين في الساحه. بيان ما فيهوش اي تجريح لحد، بيان هادي خالص، مش هنلعب الماتش علشان 1 2 3 شكرا. بس كده. انا كزملكاوي المفروض ابقى فرحان باللي بيحصل، يعني فرحان ان احنا بناخد قرار وفي ملف بيتجهز عشان نروح للفيفا ومستندات. فرحان احنا بناخد، كانش في الكلام ده. احنا كنا على طول بناخد على دماغك، فاهم، خلاص من 3 نقط ترجع تلعب الماتش اللي بعديه، والدنيا كانت بتمشي على طول خالص، يعني مفيش اي مشاكل. لكن كده في حاجات مدروسه، في خطوات بتتعمل مدروسه في الموضوع، فالواحد مبسوط بالحاجات دي. طب مش مبسوط ليه بقى؟ عشان ما عندكش كوره كده. انت كده الاهلي والزمالك بيمسكوا زله وورق على اتحاد الكوره، فاهم، والمؤسسات اللي هي اعلى من الاهلي والزمالك. على راي كابتن سيد عبد الحفيظ انا جامد. هو بجد كده، يعني الاهلي والزمالك كده انا راجل عليكم، انا جامد. فيعني عيب ما بنشوفش اي حاجه كده في اي بلد في الدنيا ان انديه اقوى من الاتحاد واقوى من رابطه الانديه واقوى من الحاجات دي كلها، ما بتحصلش خالص يعني. فيعني حاجه محزنه ان انت يبقى عندك اهلي وزمالك اقوى من الاتحاد واقوى من الناس دي. المفروض هي اللي تبقى الاب واللي بيحط الاساس والناس كلها تمشي عليه، لكن احنا ما عندناش كده خالص. تعال اقول لك حاجه، كابتن استاذ عامر حسين او كابتن عامر حسين، خلاص عشان تطالب المصالح اللي موجوده، هو ماسك عنده كذا منصب مالناش دعوه بيهم. اهم حاجه موجوده فيه ان هو المشرف العام لنادي سبورتنج في اسكندريه. فازاي انت رئيس يعني لجنه مسابقات وازاي تجمع بين الاثنين مع بعض؟ اكيد في حاجه بتحصل، وشفنا في ماتش بتاع الترقي اللي حصل. خلاص ده واحد. استاذ احمد دياب او كابتن احمد دياب اللي هو رئيس رابطه الانديه، رئيس نادي زد، تمام، ورئيس شركه فيوتشر، ووكيل لجنه الشباب والرياضه. يعني ازاي يا جدعان انتوا بتعرفوا تجمعوا الحاجات دي كلها مع بعض؟ يعني انت عندك من الشخصيه اللي انت تعرف تفصل بين مصالحك اللي هنا وهنا وهنا، ولا كله يبقى مفلت على بعضيه؟ اكيد كله مفلت على بعضيه، كل ده داخل في دوت، عايز يشوف مصلحتك هنا ومصلحتك هنا ومصلحتك هنا، فكله عايز مصلحتك الشخصيه فيه. فده كل ده تضارب في المناصب بتاعتك، ده غير سوء تنظيم البطوله. ماتشات بتتاجل، الاهلي والزمالك لعبوا رايح جاي في افريقيا اسبوعين، تتلعب ماتش واحد، ما لعبوا ماتش بتاع الرايح وماتش الجاي في النص 10 ايام فاضيين ولا اسبوع فاضي. مفيش حاجه في الدنيا كده. في اي بلد في العالم مفيش حد بيقعد اسبوع و10 ايام ما بيلعبش غير ماتش. فكده في هرتله كتيره حصلت. المهم ان الزمالك هيجهز ملف ويروح للفيفا. يا ريت ما توصلش للفيفا وتوصل للحاجات دي كلها والدنيا مش تتلم، الدنيا تتصلح. يعني في قرارات كده، طبعا رئيس او الشخص الاول في الموضوع كله وزير الشباب والرياضه، فالمفروض استاذ اشرف صبحي، فالمفروض ان هو يحط القواعد او يجيب ناس نظيفه وينظف كده ويبني على نظافه، ويجيب ناس نضاف ما لهمش اي تضارب مصالح ولا اي مصالح شخصيه، وناس معروفه بنزاهتها تبني وتاسس، عشان ده هيعود على الدوري ويعود على شكل الدوري وترجع جماهير، هيرجع كل ده على المنتخب، فكل ده شكل الرياضه بتاعتك كلها هتتصلح. انت بتتكلم ان هي صناعه الرياضه، فكل ده كده صناعه بايظه، فانت عايز اعاده تاهيل وصياغه لصناعه كامله اسمها كره القدم. شكرا.